السلام عليكم، معكم جريني هشام. في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نشوفوا وصفه ايطاليه عريقه، اسكالوب دي بولي على بارميجانا. هذه الوصفه غادي نحتاجوا فيها هي لاباز ديالها بولي غراتيني بصوص طوماط ونفوقوا الفرماج، وغادي نديروا شي حاجه اكومباني معاها. غادي نستعملوا هاد الميني بوم دو تير مع خيزو، وغادي نكروهم بهاد لي زغب، وغادي نديروا معاها واحد بتي سالاد عاوتاني تكون اكومباني معاها. غادي نشوفوا اول حاجه غادي نديروها هي اننا غادي نديو هاد لي بوم دو تير وهاد خيزو نسلقوهم قبل ما غادي نصوتيوهم في الزيت. هنايا درنا واحد الماء اللي درتو انا يغلي من قبل، وغادي نديرو فيه البوم دو تير وغادي نديرو فيه الخيزو. ها هو الماء ديالنا، ما درنا فيه لا ملح لا والو، درت واحد وريقات ديال سيدنا موسى. وغادي نهودو هاد البطاطا وما غاديش نغفلو عليها. غادي ما نفوتوش واحد 4 دقائق، يعني ما نخليوهاش حتى طيب، وعاد غادي باش نصوطيوها، نقطعوها ونصوطيوها. وغادي نهودو هاد الخيزو. الا لقيتو هاد الخيزو الصغيور هو اللي كيكون احسن، كيطيب في الساعه. الوقيته اللي درنا فيها لي بوم دو تير ولي كاروت يتسلقوا، غادي نجيو نشوفوا لا باز ديال البلا ديالنا اللي هو ليسكالوب قلنا دي بولي. غادي نختاروا واحد 2 اسكالوب. انا غادي ندير وصفه اللي تقد 2 ديال الناس، يعني القيمه ديال واحد 250 غرام 250 غرام، يعني نص كيلو. بالنسبه للسكالوب كاين 2 طرق باش نخدموهم بهم. كاين اما غادي نشدوها وغادي نقطعوها في النص، هنايا نقطعوها في النص باش تعطينا شرائح رقيقه، ولا كاين الطريقه الزوجه انا بغيت نخليهم هكا. غادي نجيبوا شيميكا او سلوفان، بحال هكا، وبشي حاجه اي حاجه عندكم. انا عندي هذا المارطو، نتوما اي حاجه يعني داك اللي كتورقوا به لي باط ولا شي حاجه، غادي تبقاو تضربوه بحال هكا. علاش كنضربوهم؟ باش غادي اللحم الداخل غادي يتحل معنا، وغادي يولي ساهل الطياب، وحتى ليبيسور ديالو غادي يرقق. كان مثلا قدنا هكا غادي يزيد يرقق شويه هكا، بلا ما نحلوه يعني نقسموه على 2 هكا، غادي نقدروا نطيبوه بسهوله. من بعد ما حصلنا عليه بهذه الطريقه هذه، غادي نجيبوا شي فرشيطه او اي حاجه ماضيه، وغادي نبيكيوه غير واحد شويه هكا. وديك الساعه غادي نستعملوا هنايا، غادي نبانيوه. غادي نحتاجوا الفرينه ونحتاجوا البيض، وهنا واحد لا شابليغ اللي انا ديجا زدت فيها شويه ديال البصله وعطريه، يعني تقدر دير بصله فلفله كحله وشويه ديال البارميزون، فرماج بارميزون. غادي نجيو اول حاجه نديروا واحد شويه ديال الفلفله كحله في البيض، وواحد شويه ديال الثومه، وشويه ديال الملح. الملح حيت ما تنكثروا، لحقاش غادي يكون كاين الفرماج بكميه كبيره غادي يجي مالح. وغادي نخلطوه. هنا من بعد ما طربد معنا غادي نشدوا ليسكالوب ديالنا، نديروه في الفرينه، بريسي مزيان هكا، نعاودوا الفصل اخر هكا، وهذه واحد النفطه صغيره، ونزيدو نهودوه في البيض بحال هذا الشكل. من بعد غادي نديرو في لاشابليغ. هنا في لاشابليغ غادي تبريسي مزيان بحال هكا، وتولي تقلبو. من بعد نزيدو له في الجناب الا كان خصو صافي، ونجيبو نحطوه في شي بلاصه بين ما قليناه. نعاودو نفس الطريقه مع الاسكالوب الزوجه. هنا عندنا هنايا البطاطا والخيزو ديالنا، كنت منقص لهم النار، وغادي نوريكم كيفاش خصهم يكونوا باش نطفيو عليهم، يعني الحد ديال الطياب ديالهم. المقله الاخرى غادي نديرو فيها الزيت
بالنسبه للزيت غادي ندير واحد الطبقه اللي يعني ماشي تغطي، ما تغطيناش ليسكالوب ديالنا، بصح يكون طالع واحد شويه، يعني نص ديال البيسور ديال ليسكالوب ديالنا بحال هكا. لحقاش حنا ما غاديش نحتاجو نطيبوه بزاف، مازال غادي يدخل للنار، غادي يدخل الفران باش يزيد يكمل الطياب ديالو تما. نشعلو على النار. نشوفوا هنايا البطاطا وخيزو غادي نحشيو الموس فيهم. هاهما شوفوا، خص غير يدخل الموس، تحس به ما يدخلش فيه الساع، وعاوتاني كون ما تعافرش معاه باش يدخل بحال هكا مزيان. صافي هنا نطفيو على الكاسرونه ونهزو ديك البوم دي تاغ هي وخيزو ونديروهم في شي صفايه بحال هكا. مباشره ما غادي نصفيهم، غادي ندير عليهم الماء بارد باش ما يزيدوش يطيبوا معنا اكثر، وديك الساعه غادي نوريكم شنو نديروا لهم. هنايا غادي نبردوا بالماء هاد البطاطا والخيزو باش الطياب ديالهم ما يزيدوش يهراو اكثر. بغيناهم غير بحال هكا، ونخليهم يقطروا على خاطرهم، حتى نوليو لهم. من بعد ما طاب الزيت ديالنا غادي نهودو ليسكالوب ونخليوه يطيب 3 دقائق على الوجه و2 دقائق على الوجه الزاوج. هنا غادي نقلبوا ليسكالوب، راني هنا فت لهم شويه الطياب، ما خصكمش نتوما كاع يكونوا هكا طايبين، حيت تلاهيت قبيله مع ديك البطاطا والخيزو ملي كنا نغسلوهم. واللي طاب الزوجه اللي غادي نديرو هي اننا غادي نكراتينيوه، غادي نديرو طبقه فوقو ديال صوص طوماط، وعاد غادي نديرو الفخوماج. انا هاد الصوص طوماط اللي كتشوفوا فيها هي صوص طوماط عاديه اللي كتخدموا بها لي بات ولا البيتزا. غادي في الحلقه الجايه ان شاء الله غادي تلقاو الوصفه نتاعها، كنجيبوها بحال هكا، غادي نهودوها هنا بحال هاد الشكل. بحال هاد الشكل. وغادي نديرو فوقها الفخوماج غريير، فخوماج بارميزون. ها هو الفخوماج بارميزون، هو هذا راني ديجا حكيتو هنا. هو ما تكثروش منه حيت غالي شويه وحيت مجهد، يعني ما غاديش تضيعوه فيه بزاف، وحتى الا كثرتو بزاف راه بحال اللي غير لوغو ما غاديش تبدلو، بالعكس غادي يجي مجهد بزاف. درنا هكا، وغادي نزيد فوقو طبقه اخرى ديال الفرماج. نتوما عندكم الحق ديروا اي فرماج، يعني موتزاريلا ولا اللي واجد عندكم، شي حاجه اللي كتكون تكغاتينا وتسيح. انا هنا درت الكغيير المازدام بحال هذا الشكل هذا. صافي من فوقو غادي نزيدو نديرو شويه ديال الزعتر محكوك بحال هكا، وواحد الحكه ديال الكوزه، حكه خفيف بحال هكا. وراه شفنا ما درنا لا ملح في البولي ديالنا ولا والو، واحد شويه ديال الفلفله كحله. وعندي هنايا الربيع، انا عندي هذا المعدنوس يابس، نزيد واحد شويه هكا. في الوقيته اللي درنا البولي ديالنا تكراتينا في الفران، قلنا ما غاديش نفوتوا 3 دقائق 4 دقائق على حسب الفران ديالكم، وعلى ما تشوفوا الفرماج ساح صافي ديك الساعه غادي تطفوا عليه. غادي هنا نشوفوا لاكومبانيومون اللي غادي نديروهم بهاد البطاطا وخيزو. غادي نشدوا البوم دي تيغ ديالنا، قلنا درناها في الماء بارد باش بردناها، هي والخيزو بحال هكا.
وغادي نبداو نقطعوه، وغادي نقطعوهم على زوج. اختارينا بطاطا صغيره، وإلا ما لقيتوش البطاطا الصغيره ودرتو بطاطا كبيره تقدروا ديك الساعه تقسموها على 4 على 5. نبقاو مع البطاطا حتى نكملوها. هنا البطاطا ديالنا هي قسمناها كامله في النص، ونجيو للخيزو غادي نقلعوا له هاد الريوس ديالو. تقدروا حتى من بغيتو تسلقوه هو في الاول تحيدوهم، واختاروا الخيزويه تكون صغيره باش في الساعه يدخلها الطياب. صافي هنا الشكل اللي غادي نديرو حتى هو غادي يجي شويه كبير، غادي نحيدو له هاد الريوس اللي تحت. صافي غادي نقطعوه ونخليوه هاد الحجم هذا. من بعد ما قطعنا البطاطا ديالنا والخيزو غادي نديروهم في شي بول، وغادي نشوفوا الاعشاب المنسمه اللي غادي نخدموا بهم. عندنا ازير، وهذا الزعتر خضر، شويه الزعتره بالسيترون، والربيع كزبر ومعدنوس، والثوم بطبيعه الحال. غادي نشدو هاد الزعتره ديالنا نحاولوا نهودوا لها غير الورق ديالها بحال هكا، وازير نفس الشيء حتى هو نحيدو داك العمود القاصح الكبير. هادو هما اللي غادي نسمو بهم لاكومبانيومون ديال البطاطا وخيزو، وغادي تجي واعره، تجي فواحد المذاق. وهذه راه وصفه حتى هي راه الوصفه الاصليه اللي كيعتمدوا عليها في الايطال. والقزبر معدنوس ماشي مشكل العماد ديالهم. هنا غادي نشدو هادشي كامل وغادي نقرطوه غير بحال هكا. شحال ما قرطناها صغير شحال ما مزيان. ها هو حسنا على هاد التكستير هذا. هنا كنشوفوا بلي صافي راه تقرط مزيان، مبقاش باين. غادي نشدوه ونديروه مع ديك البطاطا وخيز اللي كنا سلقنا قبل وقطعناه بحال هكا. غادي نجيبو الثومه ديالنا، وبالنسبه للثوم غادي تشوفوا القياس اللي تبغيو. كاين اللي ما كيبغيش بزاف الثوم، وحنايا غادي الثوم غادي ما غاديش نقطعوها. كاين فرق بين انك تقطعها بالموس وانك تمعسها بهذه المعاسه هذه. ملي كتمعسها كتحس بانها كتخرج كاع الزيوت ديالها وكتخرج واحد الريحه واحد كتجي مجهده بزاف. اما الا قطعتها راه غير كترميها في المقله في الساعه كتحرق. يعني كل وصفه شنو كتبغي. حنا في هذه الوصفه كنحتاجوا البنه ديال الثوم. اذا غادي نديرو هنايا واحد 6 ريوس، غادي نزيدو الزوج اللي بقاو، شنو غادي يبقى لنا في هذه اللحظه. غادي يبقى لنا نزيدو شويه زيت الزيتون، ماشي شويه، غادي تزيدو زيت الزيتون. غادي المقادير كاع تلقاوهم في صندوق الوصف ولا في التعاليق. واللي ضروري انه غادي نزيدو هاد الاعشاب لي زيرب دو بروفونس. هي وصفه ايطاليه معتمده بزاف في الايطالي، والوصفه الاصيله هي اللي خدمت بها والمقادير الحقيقيه اللي خدمت بهم. غادي نزيدو لي زيرب دو بروفونس، فلفله كحله، ربع معلقه، والثوم عفوا والبصله، البصله بودر. غادي نزيدو شويه الملح، وغادي بلاتي نوليو نطيبوها نصوطيوها، وغادي نوليو ندقو الملح. ما حتى نحسو بديك الثوم كامله فاتت في البطاطا كامله. الا بانت لنا شي بطاطا بحال هذه اللي مازال مجموعه نحلوها بحال هكا. غادي اون فوا تقيس زيت الزيتون صافي ما تبقى تلصق
هكا. صافي غادي نديوها لواحد المقله وغادي نديو معنا الزبده وندير واحد الكميه ديال الزبده اللي كثيره ونطيبوها بها. ها هو كما شفنا الزبده ديالنا دابت، غادي ننزلو هذا الشيء، ننزلو كامل وغادي نخليوهم يتصوطاو دركي على خاطرهم. وحتى هنايا البطاطا ديالنا راه ما خصناش نخليوها حتى تقلى 100% لحقاش غادي نوليو ندخلوها للفران. هنا بغينا غير ديك النسمه ديال الاعشاب وديال الزبده يدخلوا لداخل فيها، ومن بعد غادي نردوها تحمر وتاخذ واحد لاكروستيونس هكا في القشره ديالها، عاد نقدموها. صافي هنا كنحس بان صافي غادي يكونوا كاع المنسمات دخلوا لداخل. غادي نردو هذا الشيء هنا في واحد الكراطه ديال الزاج بحال هكا. شويه ديال الفلفل الكحله وشويه ديال الملح. وغادي نزيدو هنايا هاد الفرomage، هذا بالضبط الفرomage غودا، وشويه ديال هنا عندنا الزبيب ولي زاموند ايفيلي، اللوز ايفيلي. صافي وغادي نحركو هذا الشيء. هنا غادي نخلطو كل شيء بحال هكا هو، وغادي نقدموه. غادي نجيبو الطبق ديال التقديم ديال لاصالاد وننزلو فيه السلطه ديالنا. قبل ما غادي ننزلو السلطه غادي تحركها هكا واحد شويه باش دوك الصوالح اللي تقال يهودوا لتحت. يعني شنو هما اللي تقال؟ هو داك الفرomage باش الخس يبقى لي من التحت بحال هكا، وغادي نقلبها. صافي هنايا في الدريساج ديالنا نحاولوا نعطيوها شي منظر زويون بحال هكا، بغينا شي حاجه زوينه نبينوها.
فوالا ماشي هنا سالينا. نزيدو هاد الحبات ديال الكركاع. ما عمر ملي تكونوا ديكوريو ما عمر تكونسونطراو بزاف مع داكشي تبغيو تجيبوه مقاد، داكشي عشوائي. العشوائيه في الطبخ كتعطي في لا ديكوراسيون حاجه رائعه. نزيدو شويه لي زاموند افيلي والزبيب وشي حبات زبيب بحال هكا. تقدروا تزيدوا من بعد من فوق واحد شويه ديال الزعتر. وهنا غادي يكون الطبق ديال السلطه هو هذا. غادي نشوفوا من غادي نبريزونطيوه مع الاطباق الاخرى. غادي نخليوه ابار وغادي درك كيبقى لنا ليسكالوب دي بولي على بارميجانا. غادي نبريزونطيوه حتى هو ندريسيوه في البلا ديالو مع دوك لي زاكومبانيومون ديالو. غادي نشوفوا. غادي نشوفوا لي بوم دو تيغ ديالنا، كنشوفوهم راه بداو ياخذوا داك اللون اللي بغينا. الزبده كنشوفوها هنايا كيتقلاو فيها، غادي يجيو واعرين ونحطوهم ونستناهم يطيبوا. غادي غير طيب لي بوم دو تيغ ديالنا، غادي ندريسيوهم في البلا وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. نتمنى تعجبكم. هنا نكونوا صافي جبدنا البوم دي تيغ ديالنا اللي تحمرت كما شفنا هنايا، ها هي بدات كتحمر. وليسكالوب ديالنا حتى هو اللي كان طابوت فوندا. غادي نبداو الدريساج. اول حاجه غادي نديروا ليسكالوب بحال هذا الشكل. نجيبوا لي بوم دو تيغ. هنا غادي يكونوا محمرين من الفوق ومن التحت رطبين، يعني غادي نحاولوا نهزوهم على داك الوجه اللي مقرمش بحال هكا. هنا غادي نجيبوا الصوص طاغطاغ اللي غادي تاكومباني البطاطا. نشوفوا هنا في التالي غادي نشوفوا الطبق كامل ان شاء الله. هنايا هاد الطبق ديالنا كما كنشوفوه وجد. نزيدو غير واحد شويه ديال البارميجانو. ها هو الطبق ديالنا واجد. كما شفنا هذا هو الطبق ديال ليسكالوب دي بولي على بارميجانا، وهنايا معها واحد السلطه ايطاليان. وراكم شفتوا في النهايه كي جا. قرب يشوفوا هاو كي جا في النهايه. وهذا السلطه معاه. غادي يبقى لنا غير ندوقوه ونعطيكم الرأي ديالي. والله الا واعر زوين الصراحه، ما كنتش متوقع غادي يكون هكا. غادي نشوفوا لاصوص طارطار. واعر هاد البطاطا مع الصوص طارطار جات زوينه. تبقى لنا هاد السلطه. خصكم تجربوا هاد الوصفه ضروري وتردوا عليا. اذا هنا نكونوا كملنا الحلقه ديالنا وشفنا هذا الطبق هذا، وضروري خصكم تجربوها حيت الصراحه والله الا واعره وبنينه. ما تنساوش ديروا جيم وابوني باش تشجعوني، وغادي نزيد ندير لكم اطباق اخرى ان شاء الله. شكرا.